للذين سحروهم. لأنه يا إخوان السحر هو إيلام شديد للنفسية، وقلنا لكم سابقا ولا زلنا نقولها أن إيلام النفس أشد من إيلام البدن. فالمسحور يعاني معاناة سنين، وهذاك نايم في فراشه، نايم في فراشك، وأخوك يعاني بإيش؟ لإيش؟ إيش فيها الدنيا؟ يوم القيامة يأتي بك الله ويأتي بهذا الرجل الذي سحرته ثم يقضي بينكم، يأخذ من حسناتك فيضع لهذا الذي سحرته. ما عندك حسنات يأخذ من سيئاتك ويضع عليك. الله عدل. طريقة روح فك المشكلة اللي سويتها واستغفر لأخوك المسلم وتصدق عنه، لعل الله يصلح بينكما يوم القيامة. لن يغفر لك الذي فعلت له سحر. ولذلك أقول لك إيش؟ لا تروح تقول له، ترى لو رحت قلت ممكن توصل إلى درجة قتل، توصل إلى درجة إنه يعمل لك مثله هو يكفر أيضا. لذلك يا إخواني ويا أخواتي، السحر هذا أمر عظيم لا يفعله الإخوان وأخواته المسلمات ويستهين به، يستهين به. والله عملت إحصائية سابقة ولي اليوم يا إخواني ويا أخواتي، يا إخواني ويا أخواتي المبتلين، ضعوا في التعليقات أسفل هذا الفيديو الإجابة: هل تسامحون من عمل لكم السحر؟ وشوفوا يا إخوان، شوفوا صدق كلامي، ساعدوني يا إخواني ويا أخواتي بالإجابة. هل تسامح من فعل لك السحر؟ ضعوا الإجابات في التعليقات حتى يراها الناس ويتعظ المذنبون. ضعوها في هذا. وانظر للكارثة الكبرى، كارثة الكبرى. مثلا إنسان عمل لإنسان سحر ثم مات هذا الذي عمل لأخوه المسلم الشيء هذا، قبل أن يفك المشكلة لأخوه، قبل أن يستسمح منه، قبل توفى. طول ما هذاك عايش إلى آخر لحظة في حياته، وسيئاتك جارية. أنت في قبرك وسيئاتك لا تقف. سيئاتك ما تقف، لأن الذي آذيته مستمر إيذائك فيه. هو عايش، أنت توفيت، هو عايش يتألم طول عمر. هذا الإنسان يعني عمره 60 سنة، 60 سنة يحسب لك الأذية التي تؤذيه إياها. فانتبهوا من السيئات. نقول في حسنات جارية، انتبهوا من السيئات الجارية وهي عمل السحر للناس. أتمنى أن تنشروا هذا الفيديو للناس حتى يتعظوا مصيبة من جميع الجهات، مع الله، مع الناس، في قبرك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.